وجد في أطراف المملكة رجل بسيط يبيع الشاي في السوق. لم يكن ذا مال أو جاه، لكنه عرف بشيء واحد: الصدق الذي لا يتزعزع. وذات يوم توقف موكب الوزير أمام عربته الصغيرة. ترجل الحارس وقال: الوزير أعجبته رائحة الشاي ويريد شراء وصفتك. ابتسم البائع بهدوء وأجاب: سر الشاي في الصدق لا في الأوراق. ضحك الحارس ثم أخرج كيسا من الذهب وألقاه على الطاولة. هذا ثمن الصدق إذا. نظر إليه البائع بصمت ثم دفع الكيس نحوه وقال: لو بعته فلن يعود صدقا. غضب الوزير وقال باحتقار: أترفض ذهبنا؟ سيأتي عليك يوم تحتاج فيه لقطعة من هذا. فرد البائع بابتسامة واثقة: أفضل الجوع على شبهة في ذمتي. ثم انصرف دون أن يلتفت للذهب. بعد سنوات سقطت المملكة وعم الفساد وهرب الوزراء. أما البائع فظل في مكانه يقدم شايه بذات الابتسامة دون أن يبيع قلبه ولا وصفته. وظل الناس يقولون: في زمن باع فيه الجميع بقي رجل لا يباع. الشرف لا يشترى والصدق لا يباع، ومن ثبت على الحق في زمن المساومة هو من تصنع منه الأساطير.